السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ببعت برقية تهنئة لنادي بلدية المحلة بعد صعوده للدوري الممتاز بجدارة واستحقاق بهزيمة ديكيرنس على أرض ديكيرنس 4-0. مش واحد ولا اتنين ولا تلات أهداف، بل 4 أهداف على أرض الخصم. بلدية المحلة صعد للممتاز بعد غياب كبير جدا طويل 14 سنة، بس صعد عن جدارة واستحقاق. ولكن خلينا في المهم، هو سؤال بوجهه للمعلق الرياضي والناقد الرياضي والجهبذ الرياضي الكابتن أحمد شوبير. ليه يا كابتن شوبير ماتش بلدية المحلة وتكرنس اتلعب بدون جمهور خالص، في المقابل ماتش طنطا والمنصورة اتلعب بجمهور كامل والأكترية لنادي طنطا؟ هل الأمن كان مش مستتب في مدينة ديكنس وكان مستتب في مدينة طنطا؟ الموضوع ده بيفكرني برضو، بيخليني ارجع للي حصل الاسبوع اللي فات لما كانت طنطا خسرانه 1-0 لحد اخر 3 دقايق وبعدين جابت هدفين ورا بعض. البلديه صعدت عن جداره واستحقاق رغم العراقيل اللي اتحطت لها طول الموسم والتحكيم اللي ما كانش ولا بد. المكائد اللي كانت بتواجه البلديه وضرب الاسافين من تحت لتحت عن طريق ناس، طبعا جماهير المحله والقائمين على نادي البلديه عارفه بالكلام ده. ولكن احنا صعدنا في موسم عز فيه الشرف والامانه. الموسم بتاع السنه دي اللي صعدت فيه البلديه كان مثال لسطوه رجال الاعلام اللي هم لهم اهداف، منها ان ما بيبقاش في حاجه اسمها المحله في الدوري الممتاز. كلمه المحله عموما بقى مش غزل او بلديه، ولكن كلمه المحله عموما، لان كلمه المحله ديت هي اساسا بتعمل لهم ارتكاريه، بتثير اعصابهم، بتسبب لهم ارتفاع في ضغط الدم يكاد يصل لحد الجنون عند سماع كلمه المحله، مدينه المحله جمعاء. فأنا بقول ألف مبروك لنادي بلدية المحلة الحبيب. 4-0، ليس هدف ولا اتنين ولا تلاتة بل 4 أهداف. ورغم حقد الحاقدين وكيد الكائدين احنا وصلنا بالسلامة للدوري الممتاز. وأرجو إن وأتمنى إن غزل المحلة يفضل في الممتاز عشان يبقى لنا فريقين في الممتاز زي زمان. مدينة زي مدينة المحلة تستحق بشعبها الجميل، شعبها الكريم، شعبها المكافح، شعبها العمالي والفلاحين برضه، ان يبقى لها فريقين في الممتاز زي المدن الكبيره زي مدينه الاسكندريه ومدينه القاهره ومدينه آه ايوه مدينه القاهره. الف مبروك لنادي البلديه المحله، وان شاء الله هتفضلوا في الممتاز على طول وتشرفوا مدينتكم مدينة المحلة الكبرى. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.